محتاجين نشوف العملية ان هي ريستارت، زي نقطة كده ومن اول السطر. في كلامي مع الكلاينت بعرف منه ايه الخلل اللي كان حاصل ووصله ان هو ياخد خطوة العملية، ونبتدي نتعلم مع بعض طرق جديدة وعادات جديدة نبني بيها جسمنا بطريقة اكتر فاعلية للكلاينت عن اللي كان عايشها قبل ما يعمل العملية. في حاجات أساسية كده، أولها الأكل الصحي. الأكل الصحي بالنسبة لجسم الكلاينت، وده بعرفه من التحاليل اللي بطلبها منه. وفي العموم الأكل الصحي بالنسبة لك هو الأكل اللي انت لما تاكله يبني في جسمك. السكر والدهون المتحولة والدهون المشبعة مش أفضل اختيار بالنسبة للجسم. نظام أكل صحي متوازن تاخد فيه احتياجاتك مظبوطة بالنسبة للهدف اللي انت عايز توصله. احتياجاتك المناسبة لجسمك من البروتين هتساعدك ان انت تبني العضلات، تزود الحرق، تقلل نسبة الدهون، ودي من اهم الحاجات اللي انت هتحتاج ان انت تعملها بعد العملية. حاجة مهمة جدا بقى انك تحول الكربوهيدرات بتاعتك من كربوهيدرات بسيطة لكربوهيدرات معقدة. ده هيساعدك جدا انك تزود من احساسك بالشبع وتقلل احساسك بالجوع وتنزل وزنك. شرب المية من الحاجات اللي بنهتم بيها، لان المية مهمة جدا للحرق، لكل العمليات الحيوية في جسمك. المية من الحاجات اللي بتقلل الشهية. قلة شرب المية هتزود وزنك. الرياضة بقى ايا كان نوعها محتاج تدخلها في نظام يومك لمدة ما تقلش عن نص ساعة، ويا ريت ان هي تبقى ساعة. عارفة ان ناس كتير بيواجهوا صعوبة في ده، بس مع بعض بنلاقي طريقة نحل بيها المشكلة دي علشان نضمن ان احنا نمارس الرياضة كل يوم وتبقى عادة عندنا.